طول ما انت حاطط نفسك مع الاهلي وعامل نفسك راس براس وخانه بخانه مع النادي الاهلي، قسما بالله عمرك ما هتنفع ولا عمرك هتطلع خطوه واحده لقدام. هيفضل كل ما هيشوفك هيعورك، هيشوفك في دوري هيعورك، هيشوفك في كاس مصر هيعورك، زي ما شافك في افريقيا كده. الله اكبر الله اعظم والاذان اهو، ربنا شاهد على كلامي واللي انا بقوله ده. اقسم بالله طول ما انت حاطط نفسك مع النادي الاهلي عمرك ما هتطلع خطوه واحده لقدام، لانك ببساطه شايل كل حاجه من دماغك وحاطط النادي الاهلي بس، سايب كرامتك وسايب تاريخك وناديك، سايب كل حاجه. اخر 20 سنه اللي عمله النادي الاهلي في نادي الزمالك مفيش فرقه عملته في العالم، مفيش نادي في العالم عمل في نادي تاني اللي النادي الاهلي عمله في نادي الزمالك. مش عشان النادي الاهلي جامد، عشان رئيس مجلس اداره الزمالك او اداره الزمالك على مر اخر 20 سنه كلهم اغبياء. ما فهمش واحد بس عاقل، عشان لو فيك واحد بس عاقل كان عرف فرق الامكانيات اللي بينك وبين النادي الاهلي وكان عمل حسابها. انما انت ما عملتش حسابها. انت كل سنه بتروح تجيب خمس ست صفقات ليه؟ عشان تغلب النادي الاهلي، عشان اخد الدوري من النادي الاهلي، عشان اخد الكاس من النادي الاهلي. طب الله ينور عليك، جبت الخمس ست صفقات، يلا بينا نلعب في الدوري. لعبت اول ماتش والتاني والتالت والرابع، عدى شهر عدى شهرين، عايز فلوس عشان تقبض الناس، مفيش فلوس. اللعيبه وقعت نفسيا، الاهلي راح جاي ماسكك مسح بكرامتك الارض زي ما بيحصل في كل مره. في كل مره. ليه؟ لان انت رحت جبت خمس ست لعيبه انت ما معكش تديهم مرتبات اصلا، وجبت مدرب جديد بالشيء الفلاني مع نادي متكامل وجاهز مما جميعه. يعني لعيبه النادي الاهلي جاهزه واخده مرتباتها ومدرب جاهز وعلى اعلى من مستوى من الجاهزيه، وانت رحت جبت خمس ست لعيبه مشكلين وعملت لي فريق في اول الدوري زي كل سنه. جه الاهلي غلبك، طب يا عم ماشي ماشي، خلاص السنه خلصت، المفروض ابدا السنه الجديده بقى افكر. لا، ده انا ببدا السنه الجديده بمشي الست لعيبه اللي انا كنت جايبهم واجيب ست لعيبه تاني، وابقى عليا ديون بتوع ست لعيبه اللي مش اللي قبل كده، وست لعيبه بتوع اللي لسه ماشيهم، والست سبع لعيبه اللي انا لسه جايبهم، والثلاث السبع ثمان مدربين اللي انا هجيبهم في السنتين ثلاثه. فانت بتلاقي نفسك كل موسم طالع انت عليك فلوس تتخطى 300 400 مليون جنيه. اداره نادي الزمالك الموجوده عليها مبلغ يتخطى 9 مليون دولار ديون للعيبه والمدربين والمساعدين مدربين ومش عارف لايه وبلاوي سودا. انت داخل في دوامه مش تطلع منها، فانت ما تعملش نفسك راس براس مع النادي الاهلي لان انت اصلا مش في مستواه. انت عندك اخبى اداره عرفها التاريخ في الدنيا. كل سنه هي نازله حاطه الاهلي في دماغها انا عايز انزل اجيب لعيبه تغلب النادي ده. يا عم انا عايز اجيب لعيبه تلعب في الزمالك، انا عايز اجيب لعيبه تلعب في الزمالك، مش تلعب عشان تكسب الاهلي ولا تكسب الدوري. انا عايز لعيبه تلعب باسم نادي الزمالك، لعيبه تحافظ على شكلنا، لعيبه لما تيجي تتغلب ما تتهنش، ما يتمسحش بيها الارض. لعيب لما اجي اقول له معلش استحملني شهر يقول لي على راسي، مش هستحملني شهر الماتش اللي بعد منه يبقى مع الاهلي اتغلب او مع الجونه اتغلب. احنا لما كان المرتب بيتاخر على اللعيبه يومين ثلاثه الماتش اللي بعد منه بنتغلبوا. انت عايز تحط راسك براس مع مين؟ ده واحد عنده خمس فروع، الميزانيه بتاعته بيقول لك داخله في 8 مليار جنيه، انت بتتكلم مع مين؟ فانت عشان تكسب النادي الاهلي وعشان تبقى بطل وعشان تبقى ذكر وعشان تبقى شبح وعشان ابقى اسد، انا لازم اشتغل على نفسي الاول. لازم انا ابقى عندي اداره صح، انا لازم يبقى عندي لعيبه كويسه ومش لعيبه غاليه. انا ما اروحش اجيب التوت فروت مش عارف ابو مين عشان اكسب النادي الاهلي واديله مبلغ قد كده وهو اصلا ما بيعرفش يلعب. واحد زي شيكو بانزا ده بيعمل كل حاجه في الكوره وبيجي يبقى جنب الجون يطلعها بره. انا استفدت بيه ايه؟ استفدت بيه ايه؟ وكنت معدولي على الدكه. سيف الجزيري كنت معدولي على الدكه. خوان بزيرة مش عارف كان فين. كل لعيب بتجيبه انت يا بترميه على الدكه يا بتمشيه وبتدمره وبتدمرني، عشان انت اداره غبيه متخلفه، هم اداره ناجحه. انت لو عايز تبقى راس براس مع النادي الاهلي وعايز تبقى راجل جدع وعايز تقول له انا اهو، اعمل زي ما بيعمل، نقي اللعيبه الصح. تعرف تاخد منهم لعيب زي احمد سيد زيزو كده فري وياخد عليه فلوس. ما هو زيزو ليه عند الزمالك 70 مليون، هم خدوا زيزو وهياخد هو 70 مليون كمان وهو ماشي، يعني مش 700 جنيه مش 700 ألف جنيه يقلبوا حياة واحد زي حالاتي مثلا. ده لو 70 ألف مش 700 ألف، هو هياخد 70 مليون من نادي الزمالك، 70 مليون من نادي الزمالك، 70 مليون هياخدهم غير ان هو راح فري. وبتكلمنا على الاداره بتقول لي انا ناجح، ده انت افشل اداره في التاريخ.